يعني من باب التحديث بنعمة الله عز وجل علي، كنت أنا وكنا معتكفين، وكان في واحد من الشباب الله يذكره بالخير كان يقرأ في كتاب لابن القيم، وقال لي تعال يا أبو عبد الله، وسبحان الله هذه الفائدة وش هي؟ ابن القيم ذكرها، وبعدين أنا راجعت وشفتها في كلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل. يقول إذا قرأ الإنسان بين الأذان وصلاة الفجر إقامة يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت برحمتك أستغيث، لم يمت قلبه ذلك اليوم 40 مرة. إلى ساعتك فضل من الله عز وجل ما نسيته أذكرها. الأجر للي ناداني، شوف كم له سنة، قال لي بس اقرأ كلام لابن القيم، وسبحان الله أجدها لابن تيمية ذكرها في الفتاوى، ابن القيم أخذها منه رحمه الله عز وجل. وش هي؟ يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت برحمتك أستغيث، بين أذان الفجر والإقامة الفجر. يقول لم يمت قلبه ذلك اليوم، يعني قلبك حي بذكر الله عز وجل، يعني الله راح يوفقك في ذاك اليوم بالعبادات وبالطاعات. شوف وشو يعني. الآن أنا أعطيت الناس الآن اللايف اللي موجود عندي حول 800، لو واحد بس يحفظها ويداوم عليها في صلاة الفجر بين الأذان والإقامة أجره لي أنا. فهمت أبو خالد؟ شفت الصورة؟ بالعكس ما حد يبخل في مسألة الإضافة، يستفيد منها، أي لايف راح يستفيد منه. لكن اللايفات اللي عندهم انتقادات، اللايفات اللي عندهم سب شتم فلان وفلان وتجريح وتعديل وأبد هذا كذاب هذا نصاب هذا كاهن هذا ساحر، والله هذا وزر يوم القيامة اللي يجلس عندهم، والله ياخذ أوزار ونصيحة، وأقولها وأكررها. اللايفات هؤلاء والله لو تروح اللايف فيه عدم ذكر الله عز وجل أفضل من هذه اللايفات اللي تأخذ فيها الوزر، الجرح والتعديل والسب والشتم واتهام الناس بالسحرة بالكهنة بالمشعوذين بالدجالين بالكذابين. ما في سبحان الله مسبة إلا يقولها ويحضرون عندها الناس. هذا وزر وحسرة يوم القيامة.